مرحبا بكم في هذه الليلة الهادئة مع ثقافة في المخدة. غمضوا عينيكم ونوروا عقلكم وارتاحوا. اليوم غادي نسافروا في التاريخ لواحد القصة قديمة، قصة ديال جوج دول، ميريكان وإيران. علاش هاد العداوة كاملة بيناتهم؟ باش نفهموا الحكاية خصنا نرجعوا للقرن الماضي. في ديك الوقت إيران كان كيحكمها واحد الراجل سميتو الشاه، وكانت بريطانيا هي اللي مسيطرة على البترول ديالهم. حتى بان واحد الرئيس وزراء سميتو مصدق. هذا الراجل بغى يرجع الثروة للشعب ديالو وقرر يأمم البترول. هذا القرار ما عجبش بريطانيا وميريكان بصفة نهائية، وفي عام 1953 داروا انقلاب وطيحوا مصدق ورجعوا الشاه للحكم باش يبقى تحت يديهم ويحميوا مصالحهم. الشاه ولا كيحكم بالقوة، والناس عياو من الظلم والقمع، وهذا الشيء اللي خلى الثورة تنوض في عام 79. الشاه هرب من البلاد وميريكان حلات ليه بيبانها باش يتعالج عندها. هذا التصرف خلى الشعب الإيراني يغضب بزاف. الطلبة الإيرانيين هجموا على السفارة الأمريكانية في طهران وشدوا دبلوماسيين أمريكانيين كرائن لمدة فاتت 400 يوم. من ديك اللحظة تقطعت العلاقات، وبقات ميريكان كتفرض عقوبات على إيران، والعداوة غادية وكتكبر كل نهار في الشرق الأوسط. قصة ديال مصالح وبترول وسياسة خلات جوج دول مفارقين. كنتمنى نكون خففت عليكم. بقاو على خير وأحلام سعيدة ومريحة مع ثقافة في المخدة.